فلوج النهارده يا جماعه هيبقى عباره عن رحلة صيد جامدة جدا. هات يا عم التليفون ده كده. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ احنا النهارده هنطلع رحلة صيد خطيرة على اخطر جزيرة في مصر. ولا مش في العالم. بصوا يا جماعة، الفلوج النهارده هيبقى عبارة عن ان احنا نطلع نصطاد على جزيرة خطيرة. جزيرة في وسط المية. عايزين تشوفوا ايه اللي هيحصل؟ تابعوا معانا للنهاية. يلا بينا نبدأ. ودلوقتي يا جماعه وصلنا الجزيره المذكوره، والمفروض ان احنا ننزل نظبط معدات الصيد بتاعتنا وهننزل نخلص السمك اللي في البحر. خالي بيقول لي دلوقتي ان السمك البليمي اللي هو اكيد كلكم عارفين انت بتعمل ايه يا مروان؟ ماشي. خالي بيقول لي ان السمك البليمي اللي هو حجمه قد كده ده اللي هو ما بيتشافش ده اكيد كلكم عارفينه طبعا. بيقول لي ان السمك ده الكيلو منه ب 85 جنيه. فاحنا دلوقتي هنستهدف السمك ده لان مفيش غيره اصلا. عاش يا خال. انا عايز الناس الغلابه الصيادين دي كلها ما تلاقيش تاكل. خلص السمك اللي في البحر كله. الله. يعني شكلها النهارده هنجيب غدانا ولا دي اكبر سمكه في التاريخ. احنا هنتعشى النهارده بالليم. الكيسه بتاعتنا شو السمك. بس المشكله في حاجه. ايه؟ احنا جينا في مكان المفروض غير سمك من السودان بس. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ اصبر. يلا ايه ولا لسه؟ طب مبسوط فوق؟ قاعد مبسوط فوق؟ انا قاعد بستجم هنا. الدنيا هنا زي الفل. حسن انت لابس الكلبوش والطاقيه ومفيش اصلا شمس حواليك ليه؟ عليك اساسا مفيش شمس. عليا طاق. على طاق. على الجيتار. طب نزله. ترى انا كمان ما تضربش تاني. تعال سلام. ايه السمكه الجامده دي؟ مش هتطلع تاني. سلام. والله عايزك انزل ونطلع من السمكه لو قد صباع. السمكه لو اصغر هتاخد 100 جنيه. ناكل. يلا اظبطي نفسك يا بنت. اظبطي نفسك اهو. لا اكبر. انت بتطلع لفوق ليه؟ اهو انت مش بتطلع لفوق يا بنت. بتطلع لفوق ليه؟ ايه يا عم اكبر. تطلع فوق بقى فوق. مين الاكبر؟ عشان ما نزعلش حد. ربنا اكبر من كل شيء. خالي بص بالنص. بس. هنطلع 50 جنيه بالنص. من 100 احنا جنيه. نطلع دلوقتي. بالنص. ثواني يا حسن بتاعتنا سنونها اصغر. بالله عليك يا ابني. لو بالنص هشهد معاك. خلاص انا هشهد معاك بس هاخد 200 جنيه. بحب الفلوس قوي. بتحب الفلوس؟ بحب الفلوس قوي. ده انت كلب فلوس. انا كلب فلوس. 200 جنيه. اشمعنى بتيجي معاك؟ قيس بقى يا خالي السمك. على فكره يا محمد على فكره السمكه اصلا اكبر من ايدك اساسا. حطها اكبر من ايدك كلها مش من صبعك بس. بيدور عليا. طلع مجرم. هرب منك. ما عرفتش تجيبه على فكره. سي عايز الله وانا مالي يا لمبي. بس بحييك يا بلال. انا بحييك على فكره على خطه الهروب الجامده دي. حسن عادل ما عرفش يجيبك. عشان مش راجل. يا كابتن حسن بقول عليك مش راجل. انا مسكته لك اهو. تعالى بسرعه. ايه مسكت لك دي؟ بسرعه اضرب بقى. برضه هرب منك برضه. خد بس خد. هبقى من الناحية التانية. هقابلهم من الناحيه التانيه. ولا مالي انا مالي. يا حبيبي مش نازل. وهنا يا جماعه الحسين كان بيحقق حلم الطفوله بتاعه لان من صغره كان نفسه يبقى قرد. لا خلاص مش منظر مستنظر يا سلوى قلبي صدى وجنزر يا هو